صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. اهلا بكم معايا وحلقه جديده من حلقاتنا على قناه سوبر مروه وزهره. بحبكم في الله حبايب زهره، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حط لايك للفيديو. النهارده معانا فيديو خير جميل جدا. النهارده معايا فيديو ال- السلع الغذائيه اللي كان محتاجها دار الايتام، اللي قلنا ان شاء الله باذن الله هنعمل لهم حمله سلع غذائيه لتاني مره في نفس الشهر. يعني احنا كده الشهر ده عملنا مرتين سلع غذائية، وكان ده كان رزق ليهم يعني. المبلغ اللي اتبقى من الهايكول اللي كذا حد اتبرع معانا بيه، جبنا لكل طفل 2 هايكول بعد ما كنا عايزين واحد. وكمان المبلغ اللي اتبقى قلنا نعمل بيه سلع غذائية لكل دار عشان نكفي حاجتهم من السلع الغذائية. طبعا انا بس اللي محتاجاه منكم، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بتعزني، انا محتاجه منكم اللايك يا جماعه مهم جدا، وكومنتات، يعني اكتبوا كومنتات على قد ما تقدروا. كل حد فيكم يكتب لي كومنت او 2 او 3، لان ده بيرفع الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا غصب عني يعني ممكن اكون مقصره في عدد الفيديوهات، بس صدقوني الفيديوهات اللي انا بعملها دي متعبه جدا، لان انا بجيب الحاجه وبروح البيت وبعدين اوزعها، انزل اوزعها، فالفيديو بيبقى جواه كذا حدث وكذا مكان. بياخد مني وقت وبياخد مني مجهود، وده اللي بيخليني عدد فيديوهاتي تبقى قليلة مش كتير. فرجاء منكم تحطوا لايك للفيديو، وعايزاكم تدعوا معايا الحاج محمد الغامدي والست ام منصور والاخ فاعل الخير الباش مهندس. التلاتة ما شاء الله ساعدوا معايا في ال الهايكول الاطفال الايتام اللي جبناه، والمبلغ اللي اتبقى منهم هم التلاتة عملنا منه السلع الغذائية النهاردة. فجزاكم الله كل خير. اللهم تبارك الله ما شاء الله. يعني ربنا يتقبل، مش هقول غير ربنا يتقبل منكم، بس الدعوات الحلوة اللي والضحكة الجميلة اللي بنشوفها في وش الأيتام لما بنحس ان احنا رضيناهم وطبطبنا عليهم ورضينا ربنا بسببكم. ربنا يتقبلها منكم يا رب. الحاج محمد الغامدي والست ام منصور سيدة الامارات والاخ فاعل الخير باشمهندس، بحبكم في الله حبايبي. ما تنسوش اللايك زي ما قلت لكم بالله عليكم. وانا هنا طبعا كنت رحت بقى السوبر ماركت الاول، جبت بقى اللي هي المكرونه والزيت والرز والحاجات اللي انا بحتاجها من السلع الغذائيه اللي من الماركت. وبعدين رحت عند بتاع اللحمه، جبت لهم لحمه مفرومه، جبت كميه لحمه مفرومه لكل دار. وبعدين دلوقتي بقى قلت اشتري البطاطس واشتري طماطم، ودي السلع اللي هم دايما بيحتاجوها بيركزوا عليها. الله المستعان. عايزه اقول لكم ان انا يعني عايز يعني الفيديوهات دي بتعب فيها، بس بحس ان هي مفيده ولذيذه يا جماعه، اكتر من ان انا مثلا ان انا اعمل روتين جوه اوضه النوم او جوه اوضه الليفينج كل يوم هو نفس الروتين. بحاول ان انا انوع عشان انور رضاكم بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى. فيديوهات الماركت دي بتبقى يوميات، فيها بوريكم فيها السوق، وبوريكم فيها الماركت، وبوريكم فيها الغلابة اللي في الشارع، بوريكم فيها دار الأيتام وحال الأيتام. ودي اليوميات الطبيعية بتاعتي وبتاعتكم وبتاعت الناس اللي شبهنا، اللي هي الناس البسيطة، الناس الغلابة. فبلف بيكم وبفسحكم معايا، سواء في ماركت أو في محلات الخضار والأسواق الشعبية. وبعدين بوريكم حال الغلابة اللي بنوزع عليهم، إن كانت شنط أو سلع أو فلوس أو وجبات. وبوريكم برضو حال الأيتام أو الأماكن اللي فيها يعني أطفال كان نصيبهم من الدنيا، يعني ان هم يكونوا، يعني انا اسفه يعني مجهول نسب، ولكن ان شاء الله رضا ربنا وكرم ربنا عليهم هيكون احسن من رضا وكرم اي حد يعني اهانهم و وما عملش حساب لانسانيتهم وحطهم على رصيف او رماهم في شارع، او يعني تجاهلهم رغم ان هم لحم ودم. طبعا الله يسهل لهم حالهم. هنا بقى كنت طبعا بروح لكذا خضري. على فكرة يا جماعة، يعني أنا لابسة نفس اللبس، ولكن أنا على فكرة مش نفس اليوم، تاني يوم، يعني عشان خاطر كنت محتاجة ان انا اودي كميات لدار الايتام دي والدار التانية، فالمسافات بعيدة ما بينهم، ما بينفعش ان انا اشيل حاجاتهم في نفس اليوم. فاهمين؟ ما اقدرش اروح المكانين في نفس اليوم بالكميات اللي انا ببقى جايباها. فطبعا انا كنت يعني نفس اليوم لابسه، تاني يوم لبست نفس اللبس لانه كان اوريدي جاهز قدامي على خرج من الدولاب يعني، فلبست نفس اللبس ونزلت بقى، وديت هنا ووديت هنا، ده يوم وده يوم. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت. طبعا كنت السوق بقى والماركت ووصلت الدار الاولانيه، جبت لهم لحمه مفرومه. دولت 3 كيلو لحمه مفرومه، قسماهم على 4 اطباق، كل طبق كيلو الا ربع. تمام. وجبت لهم بقى 6 كيلو طماطم و6 كيلو بطاطس.
وجبت لهم 6 مكرونة، 4 زيت، 6 رز او 5 رز مش فاكرة. يعني حاولت بقدر الامكان ان هي حاجات تمشي الحال يعني. عايزه اقول لكم انا كنت في الدار دي اللي فيها مالك ومليكه. كنت موجوده، وكان ما شاء الله تبارك الله في حد من المتبرعين اللي موجودين في الشارع، يعني اللي هم الاهالي اللي حوالين المكان، كان ذابح لهم جزء من عجل، يعني اعطاهم جزء من عجل، كذا طبق ما شاء الله تبارك الله. كنت فرحانة جدا جدا ان الاطفال هياكلوا لقمة حلوة، والله العظيم شوية شوربة ولا حتة لحمة كده. اليوم ده كنت فرحانة جدا كأن انا ولادي اللي هناكل عندهم. لما شفت ان خير ربنا، يعني ربنا بعت لهم خير. انا رحت الدار دي، عايزة اقول لكم ان هم فرحانين جدا، وكانوا يعني المشرفات كانوا عارفين اللي هو تغيثوا بقطرة من الماء. الرفوف بتاعتهم كانت فاضية ما فيهاش اي حاجة. سبحان الله اليوم ده جالهم الجزء من العجل اللي انا بقول لكم عليه في اطباق كتير، وجالهم السلع بتاعتي. عارفين اللي هي ما دقت الا ما فرجت. بيقولوا لي والله يا مدام زهره، تعالي شوفي الرفوف عندهم. اوضه اللي هي ورايا دي اللي ورا المكتب كانت كلها رفوف، لقيت الرفوف فاضيه، ولا زيت ولا سكر ولا رز ولا مكرونه. فسبحانك يا ربي، انا رحت في نفس يعني في الوقت اللي هم محتاجيني فيه. طبعا البركه في ربنا وفيكم بعد ربنا. لايكاتكم بتعمل حاجه على فكره، بتخلي يا جماعه الناس تشوفنا، يعني حتى لو مش بتتبرعوا معانا بمال، اللايكات والتعليقات بتاعتكم بتخلي ناس تشوفنا. المشاركة للفيديو ده مثلا على اي جروب انتم مشتركين فيه، بيخلي ناس بقى تتبرع معانا وتعمل معانا الخير اللي انتم ممكن يكون ظروفكم ما تسمحش ان هي تعمله. ده كده كانت الدار التانية، رحت فيها وطلعت فيها برضو السلع كلها نفس الحاجة تقريبا برضو. 3 كيلو لحمة مقسومين على 4 أطباق، وبطاطس وطماطم وزيت وهكذا. يا رب تكون الفيديوهات جميلة وحلوة وتكون هادفة. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نكون الحاجه هادفه واحنا بنعمل الحاجه وبنصورها، مش تباهي ولا اي حاجه، ولكن والله هي مجرد ان بس الناس تقلدنا وتكون الفكره يعني تشجع ناس كتير في الخير. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك وكومنت حلو منكم ودعوه حلوه كمان، وانتظروا الفيديوهات الجايه، فيديوهات خير كتير ان شاء الله. ده شكل السلع اللي وديتها في المكان التاني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.